في خبر كده منتشر ان الاسباني اوسكار جارسيا مرشح او إن المفاوضات انتهت معاه لتدريب نادي الزمالك. الحقيقه انا امبارح لما طلعت وقلت ان اسباب رحيل المدرب الالماني، كان عندي المعلومات ان موضوع اوسكار جارسيا ده إن المفاوضات اتقفلت معاه ليه من البدايه، بس ما حبيتش اتكلم فيها يعني، بس قلت اما اوضح للناس طالما الموضوع كده كده انتهى. تمام. وفي نفس الوقت انا برضو عندي معلومه عن المدرب الجديد، بس انا مش هقول اي حاجه عنه يا جماعه عشان اللي بيحصل في نادي الزمالك ده كتير ومش عايزين اي فشل تاني. عايزين مدرب يجي يوصل بامان الله ويمضي ويشتغل. طيب، الاسباني اوسكار جارسيا طلب من نادي الزمالك ان هو يجي ومعاه 8 مساعدين ليه. نادي الزمالك طبعا عشان أزمة الدولار والوضع الصعب اللي فيه البلد دلوقتي، أنا مش ببرر، بس هو فعلا فيه مشاكل في الوضع الحالي في الدولار. قال له